الآن إلى حمص. معنا من هناك خالد الحصني. أهلا وسهلا فيك خالد معنا. نعم أخي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، رح نبدأ معك خالد من المجزرة الأخيرة بحمص بريف تل كلخ على ما أعتقد. الشهداء ارتفعوا لل40 كما سمعنا. شو اللي صار بهي البلدة سيد خالد؟ تفضل. نعم أخي، في المجزرة حدثت في قرية وادي المولى، هي القريبة من ريف الكلخ، والواقع بين قلعة الحصن وتلكلخ. أخي، المجزرة قام بها عناصر من قوات الدفاع الوطني في منطقة ريف حمص، وأيضا الجيش الأسدي. قاموا باقتحام القرية صباحا دون سابق إنذار، وقاموا بحملة دهم واعتقالات للأهالي، وقاموا بقتل أو بمجزرة بحق عائلة كاملة من آل الرجب. هناك العديد من الجرحى أخي الكريم، وهناك شهداء كل يوم. لم نحصي الإحصائية كاملة عدد الشهداء بسبب وجود بعضهم تحت الأنقاض جراء القصف. العدد وصل إلى 36 شهيد حتى الآن أخي بسبب هذه المجزرة. الائتلاف أصدر بيان إدانة لجرائم نظام الأسد، خاصة المجزرة الأخيرة بوادي المولى. شو تعليقك سيد؟ نعم أخي، الإدانات كلها لا تفيد ولا تفيد، يعني كل الكلام بيصدر كله ما راح يفيد شيء ولا عم يأثر شيء على الأرض الواقع. يعني الأرض الواقع في مثلا الريف الغربي محافظة حمص محاصرة بشكل كامل. هناك منطقة قلعة الحصن وقرية الزهرة وقرية وادي المولى. الآن المجزرة عم بيصير كل يوم، عم بيصير مجازر بالريف الغربي بحق هذه القرى. أخي، قلعة الحصن يوميا فيها مجازر، القصف مستمر عليها يوميا. أخي، اليوم قوات النظام قامت بقصف المدينة برجمات صواريخ والمدفعية الثقيلة ومدافع 57. كل يوم يقوم النظام بقصف هذه المدينة. اليوم استشهد حاج محمد الصيف، وهو حاج عمره 45 سنة في منزله. كان يقوم بالصلاة. قامت قوات الدفاع الوطني باستهداف منزله بقذيفة من جبل السايع، واستشهد على الفور. أخي، أيضا المدينة تعاني من حصار خانق منذ أكثر من سنة ونصف. الأهالي يعانون من حصار خانق في مدينة قرية حصن وفقدان لكافة مقومات الحياة. أخي، الكهرباء والمياه مقطوعة بشكل كامل عن مدينة قرية حصن. مادة الطحين أخي، منذ أكثر من 10 أشهر لا يوجد مادة طحين في قلعة الحصن. مادة الخبز لم تدخل منذ أكثر من 10 شهور على قلعة حصن. الأطفال يوجد لها حليب للأطفال. أخي، هناك حالات وفاة للأطفال بسبب عدم توفر الغذاء لهم، أو بسبب عدم توفر المواد والأجهزة الطبية لعلاجهم. أخي، مشفى الميداني، هناك مشفى ميداني وحيد في قلعة الحصن. أيضا نعاني من. نعم سيد خالد، يعني الائتلاف عم بيطلع تصريحات وهي كما تقول لا تسمن ولا تغني من جوع، ولكن في نفس الوقت يعني الناس عندما تم تحرير مستودعات الذخيرة في مهين عولوا كثيرا على هذه المستودعات وقالوا أن الموازين على الأرض ستتغير. أين ذهبت؟ أليس لديك معلومات عن هذا الموضوع سيد خالد؟ أخي، من شان المستودعات ما هي كله تحدث انه المستودعات والذخيره بتحرر سوريا كامله، بس على الحكي ما شفناه على الارض الواقع. يعني كل شيء بينحكى اي شخص بكل سهوله فيه يحكي، بس ما في شيء تنفيذ على الارض الواقع. يعني كمان مثل في شباب كثير عم بيقولوا انه وين الذخيره او السلاح راحت. يعني كمان نفس الشيء. يعني لا انا بعرف ولا غيره، بس بنطالب يلي قاموا او الكتائب اللي كانت بمستودع مهين او الحرر المستودعات، بس يطلعوا بيان يوضحوا الذخيره وين صارت. او مثلا الريف الغربي. طب مره كان في شخص عم بحكي على الانترنت، كان عم بيساله انه انت عمليه تحرير الريف، قال لي اسم طولين يا اخي. طيب ممكن بس انه نستفسر ليش الريف الغربي كله متحيد عنه، مع انه هو جزء من حمص وهو من الريف. نعم، وضحت الفكرة تماما. خالد الحصني، أشكرك جزيلا سيدي، كنت معنا من حمص على هذه